اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير والهنا والسعاده. والله كنت رايحه للدكتوره، وبعدين ما فيش قدامي، ما كانش فيه وقت، كان ميعادي معاها الساعه واحدة و... وعايزه اعمل اكل، وكانت بالظبط كانت 12 وما عملتش اي حاجه خالص، ومحتاره اعمل ايه. قلت والله لا عامله كشري، وبسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم هو ده ما شاء الله الكشري. جيت بيني وبينكم لقيت كنت سائله قبلها على الحمص، لقيته ب70 جنيه. قلت لا، وانا هجيب حمص عشان هحطه على الكشري؟ لا حلو قوي، هعمله من غير حمص. يعني احنا لو كنا من غير حمص يعني خلاص مش هنعرف ناكل الكشري. ما شاء الله عاملاه زي الفل، زي ما انتم شايفين. ما شاء الله عامل ازاي، ما شاء الله شايفينه، اللهم بارك. وكل اللهم بارك ما خدش مني نص ساعه بالظبط، وفي حله واحده. وقسما بالله هتشوفوا كل حاجه دلوقتي قدام عينيكم. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه. واقسم بالله احلى من بتاع المحلات يعني. وطعمه وشويه الدقه اللي عاملاهم دول حاجه، عارفين؟ لا 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 لا، يعني بجد انا كبهير انبهرت. يعني انا تفوقت على نفسي في الكشري ده. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. هي حله واحده بس جبتها اهي، وحطيت ميه هناك اهي في الكنكه اللي انتوا شايفينها. حطيت شويه زيت في الحله، والزيت اتقدح معايا او سخن. ما بقدحش الزيت قوي يعني، ما بخلوش ايه يسخن قوي يطلع دخان، عشان كده غلط. المهم الزيت سخن شويه، حطيت كوبايه شعريه، وبدات احمر في الشعريه لحد ما الشعريه اتحمرت معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. ماشي، الشعريه تتحمر معاكي. وبعد ما الشعريه كده اتحمرت، كنت غاسله كوبايه رز ومصفياها، وهنزل بقى بكوبايه الرز اهي على الشعريه. شايفين وصل لونها ازاي؟ حطيت على طول كوبايه الرز على الشعريه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بتعملي هنا على القد، وعلى قد ما انت هتعملي ما شاء الله، يعني على قد ايه كميه الافراد اللي عندك، او هتعملي قد ايه. حطيت كوبايه الرز على الشعريه وقلبتها. وطبعا كنت بقى من بيني وبينكم كنت انا مجهزه ايه، العدس وبلاه، بس غسلاه وبلاه بس مش سلقاه. وسبته فتره، وسبته من بالليل كده في التلاجة مبلول، لحد ما ايه ما بقى كويس يعني. صفيته ونزلت كمان بكوبايه عدس، بس انا لو هعمل تاني هزود شويه العدس. نزلت بعد ايه، قلبت العدس مع الرز مع الشعريه، حطيت شويه كمون، حطيت شويه ملح. نزلت بكوبايه مكرونه، كوبايه مكرونه اللي هي الصغننه دي، اللي هي الصغيره بتاعه الكشري. ونزلت كمان بايه، بكوبايه مكرونه ايه اسباجيتي. ماشي. واديتها بسمه، طبعا ما فيش اقلبها كويس بيني وبينكم. رحت نازله الاول بالميه اللي بتغلي، تنزلي بميه بتغلي عليه. طبعا انا حاطه ملح وحاطه كمون، مش حاطه حاجه تانية خالص. بصوا الميه تبقى بنفس المستوى ده. خلاص اهي، بصوا تشرب. وبصوا يعني لسه طاري اهو. هحطه بقى على العين اللي جوه دي، اولعها بس كده عليها وايه، واوطي عليها خالص زي ما انتوا شايفين كده. واحط بقى الكشري مع نفسه كده. كنت جبت بصلتين قطعتهم شرايح، وعلى طول ما خدتش وقت، اللهم بارك ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوه الا بالله. وجبت هنا الطاسه، رحت محمره على طول البصل، الكشري على النار متوطي عليه، والبصل اتحمر اهو. بصوا ما خدش وقت يعني، ولا حطيته في دقيق ولا حطيته في اي حاجه. وما شاء الله طالع مقرمش وجميل، اللهم بارك. حمرته اهو، ظبطته. واللهم صل على سيدنا محمد. هنا بس لو في حاجه بفككها كده من قلب بعضها، يعني لو في بصلايه ايه شريحه ولا حاجه مش متفككه، بفككها من قلب بعضها. وهو كان اتحمر. خلي بالك ما بيتحمرش يغمق، ده بيبقى مثلا يعني ياخد كده درجه الصفار، وبعدين تقومي ايه نفس الدرجه دي تبداي ايه تطلعيه بقى وتصفيه اهو. صفيه بقى في المصفى. واللهم صل على سيدنا محمد. ليه بقى انا عملت الكشري، ليه عملت بقى البصل الاول؟ لاني عايزه شويه زيت كده بالبصل عشان اعمل بيهم الايه، اعمل بيهم اهو. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، بقول لكم بصوا لونه جميل ازاي، اللهم بارك، ومقرمش ازاي. انا هعمل شويه الصلصه بزيت البصل عشان يبقى فيه ريحه البصل. هاخد هنا حبه صغيرين اهم، خلوا بالكم انا مش واخده كتير، ده انتوا بس ممكن يتهيأ لكم ان انا واخده كتير، مش واخده كتير ولا حاجه قوي يعني. وهنزل هنا بمعلقه توم على البصل، على شويه الزيت. طبعا الزيت كله بصل يعني ريحته بصل. الزيت ده بقى بعمل فيه ايه، ممكن احطه بقى في بطرمان واقفله واخليه بقى للكشري. اشيله حته بس ضلمه يعني، فاهميني؟ كنت ضاربه هنا كام طماطمايه، يعني شويه بتاع كيلو طماطم كده، واللي زياده كده كده لو في حاجه زياده ما بتخسرش، ممكن نحطها في اكل يعني مش مشكله. هنزل هنا بعد ما نزلت بالطماطم اللي انا ضرباها، هنزل بشويه كمون على شويه ملح على شويه فلفل اسمر. عندك صلصه اللي هي المعلبه، حطي لك معلقتين ما فيش مشكله، هيخلوها حلوه برضو ما فيش اي مشكله. المهم طبعا الطماطم على النار، والكشري متوطي عليه شمعه كده زي الفل. هتعالوا بقى نعمل ايه، نعمل الحاجات اللي جنب الكشري.
جبت هنا، خدت معلقه توم مش كبيره يعني، لان انا مش هعمل الدقه كتير، وهاخد شويه كمون على التوم، وهاخد هنا سنه ملح صغيره قوي، ما تكتريش ملح يعني الا ما تدوقيه بقى وتقلبيه وتدوقيه الاول. ماشي. طبعا الليمونه دي بسم الله ما شاء الله، الليمونه دي كبيره اصلا، وكمان انا عصرتها يعني جبت اخرها. مش هكدب عليكم، كانت الليمونه دي هي اللي عندي، قعدت ادور يا ربي ما عنديش غير ليمونه واحده، يلا الحمد لله، بس كانت ما شاء الله اللهم بارك كانت كبيره، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الميه بتاعتها كتير. بصوا اهو، عصرتها للاخر. يبقى هنا حطيت الليمون على شويه الكمون على التوم، وهنا وعلى الملح، وهنا هنزل بكوبايه ميه. وفي ناس بتغلي الدقه دي على النار، انا ما بغليهاش على النار بيني وبينكم، يعني انا ما بغليهاش، بحسها هي طعمها جميل كده. هدوقها بقى كده، حطيت شويه ملح كده، هدوقها كمان. احط، بصي بقى انا بعمل ايه اوقات عشان طبعا ما احطش المعلقه في بقي وارجع احطها تاني، بحط الحاجه في ايدي وادوقها، وبعد كده ايه، اغسل ايدي، ما فيهاش اي مشكله على فكره، اكبر يعني في شيفات كبيره بتعمل كده. خلاص الدقه خلصت معايا، هي هنعمل بقى شويه طماطم، عارفين طبق الطماطم اللي بيتحط، اللي مقطع ده، اللي تحسيه مولع، هو احنا الطبق ده احنا هنعمله. هاخد كده طماطمايه واقطعها كده ايه، زي السلطه كده، حاجه صغننه كده يعني، حاجة صغير كده. وهنزل عليها بشويه شطه حلوين، وهنزل عليها بشويه كمون، على شويه ملح. في برضو حاجه ايه، في برضو اضافه حلوه كده، ممكن تعرفه لو عندك معلقه كاتشب، اللي هو الحار ده، ممكن تحطيه بقى، هيبقى يوديها لك في يعني في حته تانية خالص. بس انا ما عنديش كاتشب الصراحه وعايزه اعمل. المهم زودتها بس شويه ميه صغيرين قوي، عشان ايه، على ما تتشرب كده الملح والشطه مع بعضها اهي. وهسيبها ايه خلاص كده. وادي البصل كنت حطيته بقى في الطبق ده وبجهز بقى. بصوا ما شاء الله بقى، شايفين الميه عامله ازاي، زي بالظبط اللي بتجيبيها من اللي بتبقى في المطعم، اللهم بارك. الدقه والبصل والطماطم. هنا كانت المحشي هنا كان الكشري استوى، بس كانت الحله سخنه، خلوا بالكم. بصوا يعني، بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. وانا بقلبها يعني، بصوا شايفين البخار طالع منها اهو، هي سخنه. هنزل بقى هنا ايه، اغرف لكم بقى طبق الكشري بقى. مش هتكلم بقى لو الواحد عنده طبق، عارفين اطباق زي ما الاطباق اللي هي السلستين دي يعني، لا بجد هيبقى حاجه تانية. المهم رحت ايه نازله بسم الله ما شاء الله، غرفت الطبق اهو اللهم بارك. كنت هغرف هنا بس لابني، بس انا هاكل منه معلقتين، الله امال في ايه، قبل ما انزل. ورحت بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم انه قسما بالله انا نزلت من البيت فعلا الساعه واحدة. يعني نزلت من البيت الساعه واحدة، كنت مخلصه ما شاء الله الاكل اللي ما خدش معايا وقت، وكله في حله واحده، اللهم بارك. جبت الطماطم وحطيتها ايه الصلصه، وحطيت شويه البصل. ما فيش حمص، مش لازم حمص يعني، الدنيا مش هتقف عشان الحمص، نزلت اجيبه لقيته ب70 جنيه فعلا، والله كتير. فكتير، وبعدين هو مش اساسي يعني، هو مش حاجه خلاص لو ما عملتهاش طبعا لو وصلت لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، اعملي اشتراك بقى في القناه، فعلي زر الجرس عشان على الكل، عشان اي حاجه انزلها جديده يوصلوا يوصلك اشعار بيها. ما تنسوش اللايك يا جماعه. اشوفكم على خير وسلامه.